السلام عليكم. بالنسبة لقضية دكتور أبان، أول شي البنية ما منتحرة. ثاني شي أنا السائق مال الأستاذ مصطفى. البنية ما منتحرة، البنية انقتلت، وأنا أحد الأشخاص اللي اشتركوا بالجريمة. وبس مو بعد اشتركت، ما تقربت، وانقهرت بنفس الوقت وردت أسوي شي، بس ما بيدي شي. لأن أي واحد يتدخل أو يعترض راح ينقتل وراح ينسحل، وأهله راح يتهددون، وأنا تهددت أحد الأشخاص. لأن بيومها رحنا أبو عمر من أستاذ مصطفى وأستاذ سعد وزوجته أم حمزة، رحنا أخذنا البنية وخطفناها. وبوقتها اللي كان ويانا أستاذ مصطفى والحجية أم حمزة، وكان الاتفاق ويا أحد أشخاص عائلته إنه يطفي الكاميرات، وإحنا ناخذ البنية. أخذناها الساعة بالعشرة، أخذناها ودخلوها ببيت كانوا مأجرينه سابقا، واللي دخلوا وياها اثنين حراس شخصيين. أنا ما دخلت، ظليت برا، ودخلت وياها أم حمزة ودخل وياها أستاذ مصطفى، وكان أكو حديث داخل الغرفة وصريخ وكل شي صار. وبأمر من أم حمزة إنه يدخلون وياها اثنين يغتصبونها. اغتصبوها البنية وتصلخت، ربها ما خلقها. وبعد الاغتصاب ربطوا البنية ربط وفتحوا رجليها، ويعني ما أسولف لكم المنظر. وبوقتها أم حمزة أخذت سكين من أحد الحراس وضربتها بعضها التناسلية، ضربتها أكثر من طعنتها. وبوقتها البنية أغمى عليها وأخذها النزيف. فبأمر من أستاذ مصطفى إنه ننهي حياتها بعد، فإحنا علقناها بحبل من ركبته. البنية كلش بعد انتهت، ماتت. أخذنا البنية لفيناها بكيس وديناها للبيت. كانت سيارات 4، كاميرات المنطقة كلها مصورة. كاميرات البيت كان متفقين ويا أحد أشخاص عائلته إنه يطفوا هاي الكاميرات بالوقت هذا اللي راح يجي بيه. فأخذنا البنية ودخلناها، كان أبوها وأمها موجودين. كان التهديد لكل العائلة، فأخذنا العائلة جمعناهم ودخلناهم بغرفة وهددناهم إنه ما يبوحون بأي كلمة. أخذنا الجثة بأمر فدخلناها للحمام اللي هو بالبيت. وكل الأشخاص اللي كانوا وياي تم رشوتهم وطعهم فلوس على انهم يسكتون، بس انا ما راح اسكت، ما راح اضغرني الفلوس، ضميري قاعد يأنبني، لازم اكشفهم. فضربوا وجهها ومثلوا بجثتها وبينوا الحادث بانه حادث انتحار، بس هو القضية كله وما بيها انه قتلوها اشخاص يعني كبار بالدولة. وهذا كل اللي عندي، والله شاهد على ما اقول. وانا تهددت، عائلتي تهددت، لان صارت مشادات كلامية وياي ويا هواي اشخاص.